سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو نتوما كتشاهدوه تكونوا على خير. عواشر مباركه، الله يدخل علينا هاد رمضان المبارك بالصحه والعافيه وطولة العمر. اليوم كيف ما كتشوفوا بغيت نشارك معكم الطريقه ديال سليلو او الصفوف او كله، كيف كيقولوا. المهم غادي نشاركوا معكم بالطريقه ديالي. صراحه واحد سليلو اللي كيجي رائع وصحي، يعني بالدقيق ديال القمح. المهم غادي تعرفوا معايا على المقادير ديال هاد السليلو، وانا اكيد الا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. بالنسبه للمقادير اللي عندي هنايا انا غادي نشاركها معكم. هنا عندي 2 كيلو ديال اللوز، واحد غادي نخليه بالجلفه ديالو، غادي ندهنو وغادي نخشيه في الفران. وهذاك المفسوخ هنايا مسلوق ومفسوخ غادي نقليه. المهم غادي نكمل معكم مقادير. عندي هنا 6 كيلو ديال الشوفان على 2 كيلو ديال اللوز و2 كيلو ديال الجنجلان. المهم كيف ما قلت لكم هاد السليلو راني دايراه زعما صحي 100%. داكشي علاش غادي ندير فيه الشوفان ودقيق ديال القمح. المهم هنايا عندي القرفه وعندي النافع وعندي حبه حلاوه والمسكه حره وهنايا العسل الزمزمي. ما بغيتش ندير فيه السكر كلاصي. وهنا غادي نجمع بالزيت ويلور، وديك الساعه تضيفوا زيت العود على حساب شحال عندكم ديال الدقيق، ومع واحد الكوزه صغيره. المهم انا هنا خديت كاوكاو، زعما اللوز، دهنته وخشيته في الفران. وفي نفس الوقت هذاك المفسوخ غادي ناخذ هنايا الزيت درتها كتسخن وغادي نقليه. صافي غنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل هذاك اللوز كامل. وهنا غادي ندوز الكاوكاو. هنايا خديت كاوكاو تنقي منه، المهم شي حاجه الا كانت زايده فيه ولا شي زبل كنقيه. وهنايا غادي ناخذ واحد شويه تاع الزيت وغادي ندهنو مزيان عاد باش نخشيه في الفران. حتى هو ملي كيتدهن تيجي صراحه زوين، تجي فيه ديك القرمشه بحال اللوز. صافي هنا دخلته الفران. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت حبه حلاوه، وغادي شديتها هنا نقيتها. هنايا البنات انا نسيت ما حمرتهاش. المهم اللي بغى يحمرها انا درت هذه ديك، نسيت صراحه كلشي حمرته الا هذيك حبه حلاوه اللي ما حمرتش. المهم خديتها هنايا غادي نطحنها. صافي وهنا بديت كنطحنها، غادي نطحنها مزيان وغادي نغربلها وغادي نعاود نغربلها. وهنا عندي حبه حلاوه والنافع، يعني حتى هي نفس الطريقه. شديتها طحنتها. هنايا عندي المسكه حره، شديتها درتها مع واحد شويه ديال السكر وطحنتهم باش يتطحن ليا. وهنا خديت جنجلان، راني مسرعه الفيديو حيت الصراحه جا طويل بزاف وكنحاول باش ما يملش منه. خديت هنا الجنجلان بديت كنحمر فيه، خديت الدقيق حتى هو بديت كنحمر فيه ديال القمح. الشوفان حتى هو حمرته. هنا كاوكاو فسختو. وهنا الدقيق زدت هنايا الفرص. المهم هنا في المجموع ديال الدقيق عندي هنايا 3 كيلو، 2 كيلو ديال القمح وكيلو ديال الفرص. صافي وهنا غادي نبدا كاع داكشي اللي حمرته كنبدا كنطحن فيه. هنايا بديت كنطحن في الشوفان وكنغربل وكنحط. المهم هذاك الشيء كله اللي حمرته غادي نبدا كنطحن فيه وفي نفس الوقت كنبقى كنغربل. هنا عندي كاوكاو حتى هو خديته بديت نطحن فيه، واللوز حتى هو بديت كنطحن فيه. المهم بالنسبه للوز تقريبا انا قلت لكم هنا عندي 2 كيلو. المهم تقريبا نديرو ديك كيلو هكاك لكوه مزيان وكيلو الاخر غير هرمشوه ما تلكوش بزاف. صافي غادي نبقى مستمره على نفس الطريقه حتى كنكمل
هادوك 2 كيلو ديال اللوز مع 2 كيلو ديال الجنجلان. المهم هنا راه تنبدا كنطحن وكنحط. هنا راه عندي كاوكاو، وعندي زعما هنايا اللوز كنبقى كنطحن وحتى كاوكاو. هنا هذاك اللوز اللي دهنت وخشيت في الفران، غادي غير نهرمشو، ما غاديش نلكو بحال داك اللي قليت. هذا ما يعني ما دايرش في الزيت، هذا غير دهنته بالزيت ودخلته الفران ماشي مقلي في الزيت. المهم هنا صافي كنبدا اللي طحنتها كنديرها في هذا البانيو. هنا راه عندي غير اللوز وكاوكاو صافي، وهنا عندي الجنجلان حتى هو غادي نبدا كنطحن. يعني داكشي كله اللي حمرته كنبدا كنطحن وكنحط حدايا، كنطحن وكنحط حدايا. صافي غادي نبقى حتى كنطحن كلشي وكنوجدو حدايا. صافي هنا الجنجلان حتى هو طحنته، وهنا غادي ندوز باش نخلط. هنايا صافي بديت بالدقيق. هذا بديت هنايا بالدقيق. غادي نخلط هنايا. بالنسبه لهاد المقادير صراحه راه درت الدقيق تقريبا ما كاملش 3 كيلو، حيت الفورص ما كاملش كيلو. يعني عندي 2 كيلو ديال القمح، والفورص عندي هنايا تقريبا كيلو ما كاملش، المهم ناقصه شي حاجه. بالنسبه لهاد المقادير صراحه راه جا يعني مقوم مزيان. بالنسبه اللي بغى الكميه اكثر راه خصو يزيد الدقيق، حيتاش الدقيق هنايا صراحه عندي قليل. انا تعمدت ما بغيتوش يكون يعني فيه دقيق بزاف. صافي المهم بالنسبه للدقيق يعني عندكم ميزانكم على حساب الكميه اللي بغيتو تخرجوا. صافي هنايا من بعد ما غربلت الدقيق الفورس وزعما القمح ديال الدار، هنايا غادي ناخذ هذاك الشوفان اللي طحنت توا وغادي نعاود نغربلو. وهنايا عندي القرفه، هنا تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق كبارين من القرفه. وهنايا عندي داك حبه حلاوه والنافع اللي طاوما طحنتهم وغربلتهم مزيان، راه كلشي مغربل. المهم هنايا قلت لكم درت 5 دراهم 5 دراهم منهم. وهنايا خديت هذيك الكوزه وغادي نحكها. وهنايا زدت هذيك المسكه حره اللي طحنت مع شويه تاع السكر كلاصي. وهنا درت شويه ديال الملحه. صافي وهنايا عندي هذاك الجنجلان اللي طحنت، وهذا اللوز، هو وكاوكاو. صافي كلشي كنخلطو. خديت هنا بانيو كبير وبديت كنخلط دابا كلشي. صافي وهنايا غادي نخلط هادشي هو الاول. وهنايا ضروري هاد المرحله كلشي خصو يبدا كيتخلط مزيان. فين ما بانت شي كركوبه تحيدوها. هنا خديت هذاك هنايا خديت الزيت، هذاك لترو ديال الزيت. ولكن المهم هنا بالنسبه لي كيبغي زيت العود ولا الزبده. انا صراحه ما كنبغيش الزبده، حيتاش الا بقى شويه كتبدا كتولي فيه واحد الريحه ما زويناش. المهم معروف هو بزيت العود. هنايا درنا غير هاد زيت الروميه، واللي بغى العود يزيد حتى العود. انا من بعد راه كنزيد واحد شويه ديال العود، كيجيني شويه بقى ناشف وكنزيد عليه زيت العود. صافي وهنا كنبدا كندلكو مزيان باش تطلق هذيك الزيت. المهم هنايا فين ما كندير حاجه كنبقى كندلك عاد باش كنكمل الشيء الاخر. هنايا خديت العسل ديال الزمزامي. صافي وغادي حتى هو غادي نكب وغادي نبدا كنخلط مزيان. وصافي كنبقى على نفس الطريقه حتى كنجمعو مزيان.
او من بعد ما خليته ليله كامله بات، كيف ما قلت لكم راني زدت عليه نص لتر ديال زيت العود، يعني اطرو ونص يطرو من ويلور ونص لتر من زيت العود. وكان هذا هو السفوف او سليلو. كيف ما كتشوفوه صراحه راه كيجي معلك وكيجي بنين وصحي. كنتمنى يعجبكم وتعجبكم الطريقه باش صوبتو معكم. تبارك الله راه كلشي كيعرف يصوبو، غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي وصافي. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون خفيف ظريف عليكم، وكنتمنى تجربوه بهذه الطريقه ما غاديش تندموا، غيولي معتمد عندكم كل عام. وهنا نهايه ديال الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، وشكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو، وعواشر مباركه الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه وطولة العمر.